السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله كيما راكم تشوفوا هكذا جبت لكم وصفة البيراميد بالجوز اللي طلبتوها مني. إن شاء الله البنات تعجبكم وتجربوها. نبداو كلامنا دايما بالصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الوصفة ديال اليوم، تبعوا معايا المقادير. عندي 3 كيلات. هنايا هادو 3 كيلات راح نديرو فيهم حنايا نديرو فيهم اللوز والجوز. إذا حبيتو ديروا 2 كيلات ديال الجوز وكيلة ديال اللوز بالقشور، ولا تحبوا ديروا 2 كيلات ديال الجوز وكيلة ديال اللوز. هنايا البنات نهضر لكم على الجوز كي ترحيوه ما ترحيوهش مليح باسكو يطلق الزيت. رايحين نرحيوه شويه برك، واللوز نرحوه عادي مي يكون شويه تانيك شويه خشين. عندي تانيك البيض كامل، حبه بيض كامله، وصا ديبون الكميه اللي عندنا. عندي السكر كريستاليزي، عندي كيلة ناقصه منها اصبعين. هنايا اللي تحب تخدم سكر كريستاليزي تخدم، واللي تحب تخدم السكر كلاص تخدم سكر كلاص نورمال. يعني في كلتا الحالتين راح تجينا الوصفة ديالنا بنينة. وأنايا البنات يعني كيما عن مصداقية نقول لكم دايما يعني أغلبية الوقت نخدم بسكر كلاص. كي يكون عندي بزاف سكر كريستاليزي راح نخدم به، مي دايما هو سكر كلاص نخدم به. أول حاجة نفرغوا الجوز ديالنا، شوفوا لهنا ماش ملح رقيق 2 كيلات، ونزيد معاه الكيلة ديال السكر. هنايا أنا نعاود نرحيه في الغوبو. علاش راح نديرو السكر؟ باه ما يتزيتلناش، هذا ما كان. والبنات اللي تكون عندها كوموند ديال الحلوى خاصة الحلويات اللي تكون عندها راح دير مقلوط اللوز ولا راح دير هاد لي بيراميد. واش راح دير؟ تنحي دايما صفار البيض تخليه لمقلوط اللوز، والبياض هو اللي تخدم به هاد الوصفة. يعني هاد الوصفة تقدروا تخدموها غير بياض البيض، مي بصح كي يكون عندكم راح نديروا حلوى بصفار البيض كيما مقلوط اللوز. هاوليك لهنايا بعد ما رحيتو بالغوبو، دوكا نزيد نفرغ عليه الكيلة ديال اللوز. نكمل معاكم كيما قلت لكم. يجي هاي بياض البيض، مي اذا درتو يعني توا مقروط اللوز باش يقعد لكم بياض البيض راح نديرو به. مي كيما هنايا انا ما عنديش معاه مقروط اللوز، راح ندير معاه حبه بيض كامله. والكميه هنايا البنات نتوما ما يهمكمش هنا كيلو ولا زوج ولا 3 كيلو، يهمكم انه عندكم الكيلات ديروا 3 كيلات. هذا ما كان 3 كيلات. اللي حبت دير كيلو هذاك الكيلو ديالها راح تقسمو 3 كيلات ودير معاه الكيلة ناقصة إصبعين ديال السكر. لهنايا نفرّغ اللوز والجوز لهنايا في جفنة، باه تجيني يعني العملية تجيني سهلة، ونضيف عليه البيض. نحكم الحبة ديال البيض ولا 2 حبات ديال البيض واش عندي، ونبداو نفرغوا بهم شوية البنات، نضربوهم بالفرشيطة ومن بعد راح نضيفوهم. هنايا البنات نتوما اللي تخاف إنه يغلبها البيض واش دير؟ تنقّص من الكمية هذه ديال اللوز والجوز، تنقّصها تحطها بجيه، ومن بعد تبدا تحط البيض بالعقل. هاي ليك جامي تحط. انا على بالي بلي هنا نقدر ندير 2 حبات ولا 3 حبات بيض، مي ما حبيتش نفرغهم كامل على مره حتى تشوفوا انتم. هذيك النهار دخلت كوم باغازار هكذايا الفيسبوك، لقيت وحده كتبت بلي انايا الجزيريات درت الجزيريات وجاوني جاريين. يعني واش تنصحوني؟ صدقوني في الكومنتير كامل ما كاش وحده نصحتها في حاجه لي نورمال. اغلبيه كامل لي كومنتير واش كانوا يقولوا لها زيدي لا شابلو، زيدي لا شابلو، زيدي لا شابلو، زيدي الفرينه. كيفاش نتيا تخدمي الجزيريات الله الله باللوز بالطبع الله الحاجه بنينه، من بعد تقولوا لها روحوا زيدوا لا شابلو؟ يتسمى هذا غش. انا نعرف بلي كاين بزاف اخواتي يهضروا عليهم، انا الحمد لله ما شفتش يهضروا عليهم يقول لك يخدموا لنا الحلوى يكثروا لنا فيها لا شابلو ويقولوا لوز. هاد الحوايج يعني وخاصة الحلويات إلا راكم تسمعوا فيا هاد الحوايج حرام. قالت لك اللوز لوز اطلبي لها إن شاء الله 40 في الحبة، بصح ديري لها لوز وديري لها جوز وديري لها بندق. ماشي انتي تضربيها تصرعيها في البخي ومن بعد تروحي تدخلي لها في اللوز تروحي ديري لها لا شابلور. هذه هي. ومن بعد انا الحق كومونتيت لهم قلت لها شوفي حبسي كيما راكي روحي اشري اللوز وكملي. ماكيش قادرة تخرجي ابعتيكش واحد يشريك ليسونسيال بنتي ما ديريش لا شابلور. الحق جاوبتني قالت لي يعطيك الصحة وكامل. هادية خلّيها إن شاء الله ما كاش اللي يشريك، خلّيها حتى الغدوة صباح، كيما راهي بالك تنشف شوية، إذا ما نشفتش روحي اشري اللوز. هذه هي. لهنايا أنايا بعد ما دخّلت هادوك البيض كاملين، أنا هنايا استعملت 3 حبات بيض.
شوفوا كيفاش النتيجة اللي تحصلت عليها، إنه العجينة تاعي شوفوا كيفاش تكون طرية. إذا خدمتوا البنات sucre cristallisé رايحين تخليوها من الصباح هدايا حتى 3 سوايع 4 سوايع وتخدموها، باه ما يقعدلناش هداك السكر يغزغز في السنان. ولا درتوها بسكر كلاص كيما قلت لكم أنا ندير بزاف، نخدم حتى لي كوموند للناس، نخدم عادي بسكر كلاص وتجي بنينة وتجي هايلة. حتى التزيريات مقروط اللوز كامل نحب نديرهم بسكر كلاص نديرهم بسكر كلاص. يعني ما كان لا يقعد كاش واحد يشيخ عليكم ولا لا ولا لا ولا لا. نتيجة واحدة البنات صدقوني. نوزن لهنايا الكريات دياولي رايحين نديرهم 35 40. هذه هي ما ديروش 45 للفوق باسكو تجيكم الحبة كبيرة وتجيكم شامتة. ديروهم 35 حتى 40 غرام. أنا هنايا راني درتهم 35 غرام. نوجدهم كامل ونغطيهم. والبنات اللي تكون عندها كومون تاع الناس ولا دايما كيما ننصحكم شعركم لازم تغطيوه. يديكم لازم دايما واحد يمسح. البلون دو طرافاي لازم يكون نقي، السنيوات يكونوا نقيين، كل حاجة لازم نوجدوها تكون نقية. وخاصة يعني في وقت الشتاء البنات ما تروحوش تخدموا بلي جيلي تاع الصوف، لي جيلي تاع الصوف فيهم بزاف الشعر ويرفدوا بزاف الشعر. يعني ايفيتيوهم نحوهم كامل. لهنا نروحوا للتزيين. هنايا البنات التزيين لازم يكون عندنا هادوما، لازم يكون عندنا الجوز ولازم يكون عندنا نواد كاجو ولا تكون عندنا البندق. يعني نواد كاجو معليش نقدروا نستغناو عليه، مي بصح الوصفة يعني بالجوز لازم يكون فيها الجوز. من بعد ما شكلت الكريات دياولي وخليتهم يريحوا دوكا راح نفاصونيهم معاكم. هنايا البنات شوفوا كيما راكم تشوفيني ندور فيهم هكذا نديروهم كيما الغريبيه تاع الزمان. نعم ملي كنطلعوهم ولا كيما نخدموا لي فخوين كيما نخدموا لانجاس ولا نخدموا الباكور ولا نطلعوهم هكذايا. من تحت تكون شويه خشينه ومن الفوق تطلع رقيقه. كيما راكم تشوفوا البنات هكذا في لا فيديو ما تنساونيش اللي مازال ما اشتركتش في قناتي نقول لها تشترك وتضغط الجرس باه يدخلكم كل ما هو جديد. وما تنساونيش البنات تاني كيما راكم هكذا تشوفوا بلي جام ولي كومونتير. هنايا راح نلصق الجوز. البنات هنايا خيروا نتوما الجوز اللي يكون صغير ماشي الجوز اللي يكون كبير. خيروا الجوز يكون صغير. اذا درتوا الجوز اللي يكون كبير راح نديروا 3 تكفي، مي بصح باش يجيكم شباب ديروا الجوز صغير، خيروه صغير وديروه. الحبه ديالكم ديال الحلوه هنايا ما راكمش راح نديروها ني بياض البيض ولا صفار البيض كيما راهي. الله يبارك راهي رافده. يعني البيض كامل راح يلصق هذاك الجوز. وكيما تعرفوا نتوما بلي الجوز راهو فيه من تحت واحد العظمه خارجه، هذيك هي العظمه هي اللي تبيكيوها من تحت رايحه تدخل. دوك هنا نوريها لكم. تروحوا تشدوا هكذايا وتعبزوا عادي، يعني ما تخافوش تقولوا طير ولا. تبعوا معايا الفيديو دوك تشوفوا كي نطيبوا ان شاء الله ما حطير معاكم حتى حبه، يقعد كيما راهو الجوز مستف كيما راهو مستف. نعبزوه هكذايا. وخاصة يعني الجوز راهو يعني راهو السعر تاعو يعني هابط، يعني تقدروا تسيوه تقدروا ديروه يعني مناسباتكم يعني أفراحكم. يعني حاجة شابة حاجة بريزونطابل. نديروه تانيك في العيد، عيد الكبير تانيك ما نديروش بزاف الحلوى نديرو معزّلات. وكاين بزاف يعني الأخوات ولا اللي يديروه يعني في العيد الصغير، يعني نخدمو أنايا في العيد الصغير للناس. هاي ليك شوفوا لهنايا بعد من درت لهنايا هذاك الجوز من الفوق درت الجوز اللي مقطّع. ورايحة نلصقو هكدايا نعبّز بيديا حتى يشد روحو. إنستغرام تانيك البنات إنستغرام كويزين سامية ألجيريان. مرحبا بكم كامل في الإنستغرام ديالي، واللي مازال ما دخلش تانيك الإنستغرام دوك نحطها لها أسفل الفيديو، يعني الرابط ديالها أسفل الفيديو. وهاد الوصفة تانيك البنات راح نقول لكم نفس الوصفة لهنايا تاع الحشو هذا نفسه تاع المشكلة، كيما نديرو المشكلة كيما نديرو لي بيراميد. هذه هي. وكما قلت لكم تاني كنستعملوا بياض البيض، كي يكون عندنا بياض البيض نستعملوا بياض البيض. انا كي تكون عندي كوموند تاع مقلوط اللوز وهكذايا مشكله ولا لي بيراميد نبدا بمقلوط اللوز هو الاول، ومن بعد هذاك البياض اللي يقعد لي كامل نخدم به. هاوليك الشكل الاول اللي كملته معاكم البنات. انا البندق ماهوش محمص، حطيته مليح. وراني نهضر لكم كل حاجه البنات، اذا نسيت كاش حاجه اسمحوا لي، وكاش استفسار ولا كاش حاجه خلوا لي كومونتير رايحه نجاوبكم كامل ان شاء الله. قبل ما ننسى نهضر لكم على الفرن. الفرن ديالنا البنات راح نشعلوه على 180 درجة. الحلوة هذه تحب يكون الفرن تاعها يكون سخون 180 درجة. نشعلوها 10 دقائق ومن بعد نفرشو بابي كويسون. علاش نفرشو بابي كويسون البنات؟
عندنا لهنا شوفوا معناش عجينة، عندنا اللوز والجوز والسكر باه ما يلصقلناش في السنيوات تاعنا ويتعسل. نديرو البابي كويسون وما نديرولوش الفرينة. أنا هنايا راني درت له بابي كويسون ودرت له شوية فرينة، مي بصح السنيوة الأخرى ما درتلهاش الفرينة، درت غير بابي كويسون. يعني نتوما ديروا البابي كويسون برك، واللي ما عندهاش بيان سور راح ترش الفرينة، رشوا الفرينة مليح باه ما يلصقش. نشعلوا الفرن كيما قلت لكم 180 درجة، نخلوها 10 دقايق، نستفوا الحلوة تاعنا كامل في السنيوة، ندخلوها، نخلوها حوالي ميم با 10 دقايق البنات، ومن بعد رفدوا حبة طلّوا عليها من تحت، كي تشوفوها أي تبان بلي طايبة ديريكتومون غير تشوفوها تبان بلي طايبة، تشوفوها بلي أي حمرا، وما تشعلولهاش من الفوق، يعني هاد الحلوى نشعلولها غير من تحت. علاش؟ عندنا غير البيض لهنا لازم ينشف معانا برك هذا ما كان، وتحسوا باللي راهو لهنايا البندق ولا اللوز تحسوه بلي أو تحمر شوية، يعني نشعلو من تحت، نديروها في الوسط تاع الفرن ونخلوها. هذا الشكل ديال التاني كيما راكم تشوفوا فيه، أنا درتو بالنوازيت والجوز. أنا حبيت نوريكم برك أنا خدمت يعني الزبونة خدمت لها يعني الموديل الأول، بصح نتوما حبيت ندير لكم هاد الأشكال باه تشوفوا يعني وتتبعوا وتزينوا كيما حبيتوا. إن شاء الله البنات تكونوا جربتوا الوصفات اللي درتهم معاكم ويكونوا عجبوكم، ونقول لكم يعطيكم الصحة على الدعم ديالكم. وأي وصفة تاني راكم حبيتو نديرها لكم قولوا لي البنات، واللي خلّاو لي كومونتير على الوصفات ما تنساوش البنات بلي إن شاء الله عفوا يعني راح نديرهم معاكم إن شاء الله عن قريب، والوصفة اللي حبيتوها قولوا لي نديرها لكم إن شاء الله. هاوليك لهنايا كيما راكم تشوفوا هذايا الشكل التاني اللي درتو، ونخيّر دايمًا هكذا نحط الجوز قدامي ونخيّر اللي تجي قد هذيك الجهة رايحة نديرها لها. وكي نحبوا ما نديروش البندق يعني نستغناو كامل عليه، واش رايحين نديرو؟ كي نديرو الجوز هذاك المقسوم من الفوق رايحين نعبزوه ندنوه كامل الوسط، يعني ما يقعدلناش هذاك الثقب من الفوق، نخلوه هكداك فارغ بصح رايحين نزيرو كامل من الفوق، نعبزو كامل هذاك لوتور تاع الجوز. هاي ديك الحبة التانية درتها معاكم، وكيما قلت لكم ما ديروا ني بيض ني والو حتى يطيب يقعد كيما راهو، بالعكس غير هو يبدا يطيب يزيد يشد في بعضه لنا كي الجوز كي لا فارس. نروحو دوكا إن شاء الله للشكل التالت اللي درته لكم، ونعاود نولي للقناة البنات اللي مازال ما اشتركتش في قناتي نقول لها تضغط الجرس ودير اشتراك باه يدخلها كل ما هو جديد. عندي هاد الحبة درتها ما عجبتنيش عاود نحيدها ونعاود نسقمها هذا ما كان هايلي كيما راكم تشوفوا. هنايا راني وريت لكم باه نقدر نبدا بالبندق هو الاول ندخلو هكذا نرشقوه، ومن بعد ندير الجوز. شوفوا هذيك الحاشية اللي قلت لكم عليها هايليك هذه هي تبيكيوها هايليك شوفوا تبيكيوها تدخل هاي كيما شفتوها. هنا ما تخافوش كامل هذاك الجوز راح يتزعزع من تما راح يقعد ديريكتومون تما. هايليك نعبز مليح وندور نعبز مليح وندور، ولا هنايا نجيب هكذايا نواد كاجو نلصقوه ونخير الحبة، ومن بعد ديك الحبة نروح نقسمها. أنا هنا قسمتهم مانيش دايرتها حبة كاملة، نروح نقسمها ونكمل نزين بها الحلوة ديالنا. كيما قلت لكم البنات أنا قناتي يعني الكترة فيها حلويات تقليدية جزائرية، ادخلوا للقناة اللي تعرف تدخل بلاي ليست راني حاطتهم كامل في البلاي ليست. ودوك إن شاء الله راح نحط لكم أسفل الفيديو راح نحط لكم المشكلة ونحط لكم الزيريات باسكو كاين بزاف يطلبوا الزيريات، راح نعاود نحطهم لكم في صندوق الوصف. ادخلوا صندوق الوصف راح تلقاو يعني الوصفة مكتوبة، وتلقاو تانيك وصفات واحد اخرين تلقاو المشكلة والزيريات ان شاء الله دوك نحطهم لكم. ودخلوا البنات نتوما القناة من الاول راح نسيبوا كاع الوصفات. عاملك شوفي هذيك ما درت لهاش البندق هذيك درت لها هذيك درت لها اني رشيت الفارينه هنايا. مي ومن بعد كي ديروا بابي كويسون البنات نتوما ما ديروش الفارينه لهنايا بعد ما طابوا كامل كيما قلت لكم على الفرن دوكا راح نمسح هذيك الفارينه اللي درتها من تحت. عندنا هنايا العسل، عسل هنايا اني دايره العسل نزيد معاه غير شويه ما زهر هذا ما كان نخلوه شويه ثقيل، وتكون الحلوه ديالنا بيان سور تكون سخونه والعسل راح يكون بارد.
شوفوا البنات واش راح نقول لكم يعني كمعلومة، كي يكون عندكم الحلوى أنتم تكون عندكم quantity كبيرة، وطيبوا سنيوة كبيرة، عندكم زعما 50 حبة ولا، لازم العسل تاعكم يكون قيس 50 حبة، وعلاش؟ كي تكون قد ما تكون الحلوى سخونة ويكون العسل بارد، يعني تمتم راح الحلوى تاعكم راح تعسل، بصح لو كان الحلوى تاعكم تروحوا تخرجوها وتخلوها تبرد ومن بعد تعسلوها، ما تعسلش يعني كيما مع الأول، مع الأول خير كي تحطوها يعني سخونة. تقسموا هذاك العسل تقسموه في جفنات كل باسينة ولا جفنة، تقسموا هذاك العسل ديالكم وتحطوا في هذاك 20 ولا في هذاك 20 حتى تجيكم كامل لا كونتيتي. أنا هنا باسكو أنا درت غير وريت لكم غير شوية هذا مكان، مي بصح كي تكون السنيوة كبيرة لازم ندير كمية ديال العسل قد هذيك السنيوة الكبيرة، كيف الجزيريات كي المشكلة كي كامل، ما نقعدوش نخلوهم يبردوا ومن بعد نعزلوهم، باه تجيكم يعني الحلوى معزلة. ولهنا اسمحوا لي أني ما قسمت لكمش الحبة ديال الحلوى باسكو بزاف اللي يحبوها مقسومة، راني حطيتها في الإنستجرام ونسيت باه نعاود نرجعها في الفيديو هدايا، يعني اللي دخلوا في الإنستجرام راهم شافوها، واللي راني ما شافوهاش ادخلوا وين درت أتولي، درت لاتولي هذيك النهار تاع الحلوى، ادخلوا الإنستجرام دوك تلقاو هذيك لاتولي درته مع البنات، وتدخلوا تشوفوها كيفاش راهي مقسومة، جات ما شاء الله الله يبارك، معسلة حتى للقلب. والحلاوة ماشي حلوة بزاف باسكو أنا درت لها الكيلة ديال السكر كيما شفتوني ناقصة إصبعين، وهنايا شوفوا راكم شفتوا معايا ما كاش حتى حبة ديال الجوز طاحت ولا البندق طاح ولا كش حاجة طاحت. بعد ما كملتهم البنات وكامل خليتهم غير يقطروا شوية برك، هذا ما كان تخلوش يقطروا بزاف بزاف. هي من أحسن هاد الحلويات كي تكون معسلة ما نحطوهاش فوق شباك، نحطوها كامل في صحن ونخلوها هذيك العسل اللي يقطر منها راح يزيد يدخل لها من تحت. يعني أنا برك يصور أني وريت لكم مي أني نهضر لكم عن مصداقية، خلّوها كامل مطمومة مع بعضها، كيما نديروا المقرو تاني العسل، نديروا مشكلة، نديروا الزيريات كامل ما تخلوهاش تقطر، خلّوهم كامل في سنيوة ولا يقعدوا معسلين. إن شاء الله البنات تكونوا استفدتوا من هذه الوصفة، ما عليا ما نقول لكم غير ادعوا لي بدعاوى الخير هذا ما كان، وترحموا لي على ميمتي العزيزة ربي يرحمها إن شاء الله ويرحم جميع المسلمين والمسلمات. وإن شاء الله البنات تجربوا كامل الوصفات اللي درتهم معكم وراهم عن مصداقية، صدقوني جربوا عينيكم راهم مغمضين. ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروني إن شاء الله في فيديو قادم وهو التزيريات إن شاء الله نورمالمون نديروا هاد المرة مي خليته لكم مور هذا الفيديو إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.